أعلن في تونس عن سقوط قتيل برصاص الحرس الوطني أثناء احتجاجات اجتماعية دخلت أسبوعها الثاني بمحافظة سيدي بوزيد، وقتل أحد المتظاهرين اليوم في مدينة منزل بوزيان. وأوردت مصادر نقابية أن عددا من المحتجين أصيبوا بجروح لدى مداهمات لمنازل وعمليات تفريق للمظاهرات. يذكر أن الاحتجاجات والاعتصامات انتشرت في مختلف مدن المحافظة بسبب ما يصفه المتظاهرون بالأوضاع المعيشية المتردية وتفشي البطالة. لا تدل هذه المشاهد الواردة من محافظة سيدي بوزيد وما جاورها في تونس على أن صفحة الاحتجاجات الاجتماعية قد طويت. على العكس من ذلك، تصاعدت وتيرة الاحتقان الأمني وأسفرت في آخر الأخبار عن سقوط قتيل هو محمد العماري، صاحب شهادة جامعية في الفنون الجميلة، فيما بقي سقوط قتيل ثان قيد التأكيد النهائي. العماري شاب خرج يشارك أكثر من 2000 متظاهر غضبهم على الأوضاع الاجتماعية المتردية في مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، فلقي بحسب وكالة الأنباء الألمانية حتفه بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الحرس الوطني على المتظاهرين الذين صبوا جام غضبهم، فيما تظهره هذه اللقطات على سيارات الدرك ومقر للحزب الحاكم. منزلق من التوتر شملت خارطته مدنا مثل المكناس وبنعون والرقاب والمزونة. بدأ قبل أسبوع مع إقدام شاب عاطل عن العمل من خريجي الجامعات على إحراق نفسه، التحق به آخر قاسمه على ما يبدو العجز عن احتمال وضعه المعيشي، غير أن سقوط قتيل بالرصاص الحي شكل في نظر البعض منعرجا دراماتيكيا للأحداث، في وقت ارتفعت فيه أصوات في الداخل والخارج تنادي بضرورة الإنصات لمطالب المهمشين وتفهم احتجاجاتهم السلمية. هذه واحدة من التحركات النقابية والسياسية التي عقدت لمواكبة ما بات يسميه البعض انتفاضة سيدي بوزيد، تسمية تعترض عليها الحكومة بشدة، مقللة من شأن الأحداث التي لا تعد في نظرها أن تكون حادثة فردية ركبتها جهات معادية تتنكر عمدا للإنجازات التنموية التي حققتها بعدل في مختلف مناطق البلاد. وفيما لاح سعيا لاحتواء المشهد، أعلنت السلطات عن خطة تنموية هدفها تنويع النسيج الاقتصادي في سيدي بوزيد بقيمة إجمالية مقدارها 15 مليون دولار، ستمكن من تنفيذ 306 مشروع ينتفع بها عاطلون عن العمل من حملة الشهادات العليا، عدا عن إنشاء هياكل وتخصيص اعتمادات تجذب مزيدا من الاستثمارات الاقتصادية للمحافظة، دون أن توضح الإجراءات المعلنة أي أجل لبدء المشاريع. خطة يقول منتقدو الحكومة من جهات نقابية وحقوقية وسياسية إنها جاءت متأخرة لتمنح الجهات الموجوعة بحرمانها التنموي المزمن حبوبا مهدئة بدل معالجة أوضاعهم علاجا جذريا، في إشارة إلى أن غضب المتظاهرين إنما أوقدته تراكمات قديمة تقتضي خطابا وسياسات جديدة تقطع مع ما يصفونه بالخطاب الخشبي والفوقي للحكومة. ربما هي الحاجة الماسة إلى مزيد من الحوار، وقد ظهرت جلية في أحداث سيدي بوزيد وتلك التي عرفها الحوض المنجمي قبل أشهر، فالمحتجون فيما نقلته أغلب وسائل الإعلام العالمي طالبوا قبل كل شيء بمن ينصت لمشاغلهم بعيدا عن معالجات أمنية نالت سابقا من معتقلي المظاهرات وبعض من تطوع للتحدث باسمهم لدى السلطات. لم يتدخل القضاء التونسي بعد بأي أحكام ضد المعتقلين وسط خشية من إساءة معاملتهم أثناء الإيقاف. وفي حين يستمر الإعلام الرسمي التونسي في الإشادة بالمنجزات التنموية وبإلقاء اللوم اللاذع على من ينكرها، تؤكد المعارضة أن احتجاجات سيدي بوزيد والرديف من قبلها أربكت بمقدار ما صورة فردوس الوضع الاقتصادي في تونس، على وقع أصوات قالت إننا لا نرى كثيرا من ملامح تلك الجنة سوى على شاشة التلفزيون التونسي. وهذا وجاء في تصريح رسمي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية التونسية أن مجموعة أشخاص في مدينة منزل بوزيان أضربوا النار في 3 سيارات للحرس الوطني وحاصروا مركزا للحرس، وأضرمت النار في بنايته وحاولوا اقتحامه. وقال البيان الرسمي أن أعوان الحرس وجهوا تحذيرات
وأطلقوا النار في الهواء، ثم استعملوا السلاح في إطار ما وصف بالدفاع الشرعي عن النفس، بعدما قال البيان إنه استمرار لمحاولات الاقتحام. وأورد بيان الداخلية التونسية أن ذلك أدى لمقتل شخص وجرح 2 وإصابة أعوان من الحرس الوطني. ومعنا من مدينة منزل بوزيان في محافظة سيدي بوزيد محمد فاضل، وهو شاهد عيان ونقابي. سيد فاضل، ما الذي حدث؟ اليوم كنا في اعتصام في مقر الاتحاد المحلي لشغل منزل بوزيان احتجاجا على اعتقال معلم وشقيقه ليلة البارحة، إذ بلغتنا الأخبار أن مظاهرة شعبية عارمة انطلقت من الحي الشرقي للمدينة، التحق بها النقابيون وجابت الحشود وطول الشارع الرئيسي متجهة إلى مركز المدينة. وعند المرور بجانب مركز الحرس حصلت مشادات واحتجاجات عارمة على الممارسة القمعية البوليسية، وسرعان ما تطورت هذه الأحداث إلى مواجهات عنيفة ألقيت فيها القنابل المسيلة للدموع مما استفز المحتجين وهاجموا مركز الحرس. بعد ذلك تطور الصراع إلى أن أضرمت النار، ومما دفع بأعوان الحرس إلى إطلاق الأعيرة النارية على المظاهرين، وهو ما أفاض كأس المحتجين. فتوجهوا إلى المكتب المحلي للحزب الحاكم وأحرقوه، ثم ألحقوا قافلة كانت رابضة خلف مركز الحرس بعد قتل الشاب محمد عماي. طيب أنا أريد منك توضيح سيد محمد، من الذي بدأ أولا في هذه المواجهة؟ هل بدأت قوات الحرس أم بدأ المتظاهرون؟ المتظاهرون كانوا في مظاهرة سلمية للتعبير عن حاجتهم للشغل وللتنمية. أطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع، مما حدث بهم إلى رد الفعل، وحصل ما حصل كما تعلمون. نعم، يعني أنت لا تتفق مع بيان وزارة الداخلية أم تتفق مع ما ورد فيه؟ طبعا، والدليل أعوان الأمن في هذه اللحظة. طبعا ماذا؟ عفوا، طبعا ماذا؟ طبعا نكذب بيان وزارة الداخلية هذا، والدليل موجود في اللحظة الحالية في منزل بوزيان. الآن أعوان الأمن يحدثون فوضى عارمة في السوق ويخلعون المحلات التجارية ويفسدون الممتلكات، وبعد ذلك تنسب هذه الهمجية إلى المتظاهرين. طيب الآن هل لديك أي معلومات عن الأوضاع القائمة الآن في مدينة بوزيان؟ بعض التقارير تتحدث عن مداهمات واعتقالات وغير ذلك، هل لديك علم بهذا؟ ثمة مداهمات قلت وأحداث للفوضى في السوق وخلع المحلات التجارية وإفساد الممتلكات، كذلك أعوان الأمن يمنعون أهالي الضحايا من الخروج من منزل بوزيان اطمئنان على سلبات أسبابهم. أنا أشكرك محمد فاضل، شاهد عيان ونقابي، شكرا لك. معنا الآن من مدينة المكناسي في محافظة سيدي بوزيد مستوري القمودي، وهو نقابي وشاهد عيان أيضا. سيد قمودي، ما الذي حدث؟ ما هي مشاهداتك لما وقع في هذه المنطقة؟ مرحبا أخي. أولا المشهد العام وكأنك في غزة أم في العراق، فهنالك مضايقات يومية وليلية إلى حد هذه الساعة في الشوارع، في كل الشوارع، في كل حي البوليس يداهم ويحاول اقتحام حتى المنازل بالقنابل المسيلة للدموع، بالأعصاب، بالهروات، ما لفت انتباه الجميع
هو أن هل تريد أن تقول بأن سيارات الأمن سيارات الشرطة الآن تجوب شوارع المدينة وبالتالي يعني المدينة في وضع لنقول في وضع منع تجول مثلا؟ هي أكثر من منع تجول، هي أكثر من غزة، قلت أكثر من العراق، خاصة أن السيارات بكثافة كبيرة وكبيرة جدا، البوليس وبعدد كبير وكبير جدا، وترهيب الناس في هذه المنطقة الصغيرة. زد على ذلك يا أخي، البارحة ليلا أخذوا أستاذ زميلنا عصام غابري، وهو الذي أخذوه إلى الواد وضربوه وحاولوا معناها طفء السجارة على جسمه محاولا، وضربوه ورموه في النهر في واد. كل هذه الأشياء. ألو؟ نعم أنا أسمعك، أكمل. كل هذه الأشياء ورموه في واد بن سلام وهو يبعد 4 أو 5 كيلومتر عن المدينة. طيب التقارير تقول كما ورد في بيان وزارة الداخلية أن هناك قتيل، يعني شخص قتل وليس شخصان. هل لديك معلومات حول ذلك؟ لا، قتل في منزل بوزيان، ولكن في المكناسي هذا أستاذ خطفوه البارحة وخطفته جماعة البوليس وخطفوه وضربوه وأطفوا حتى السجارة قلت على يديه. فهذه المدينة تعاني من تنمية كبيرة وكبيرة جدا. ولكن السلطات الحكومة التونسية أعلنت جملة من المشاريع التنموية بهدف رفع مستوى الحياة في كثير من المناطق. يعني لا تصدقوا مثلا بأنه ربما من خلال هذه المشاريع ربما تتحسن الأوضاع، أم أنكم في مرحلة يأس الآن؟ هذه المشاريع لا تغني من جوع ولا تسمن، فهي ذر الرماد على العيون. كيف يمكن أن تكون ذر الرماد في العيون وهي يعني ستكلف ملايين الدولارات؟ هذه المشاريع سمعنا بها سابقا، ولكن إلى حدود هذه الساعة لم نرى شيئا أبدا، والبطالة والفقر كله في ازدياد في هذه المنطقة. الفقر مدقع تماما، ولكن لا نجد ما يبين هذا الكلام الذي يقال ويذاع في الوسائل الإعلام المرئية والمسموعة. أخي مستوري القمودي، نقابي وشاهد عيان في محافظة في مدينة المكناسي في سيدي بوزيد، شكرا جزيلا لك. هذا وحذرت ميا الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في مؤتمر صحفي اليوم من الاستخفاف بمطالب المحتجين في سيدي بوزيد، وقالت إن تعليق ذلك على شماعة التوظيف السياسي يزيد الأوضاع تأزيما. وإن وصف ما وقع بالحالة العادية والمعزولة والتعاطي مع مطالب الشباب المشروعة في الشغل وفي الكرامة بالهراوات والقنابل المثيرة للدموع واصطناع شماعات تعلق عليها إخفاقات الحكومة في توفير التنمية العادلة وإشاعة الأمان، إن كل ذلك له احتقار لمشاعر الأهالي وتفصل من المسؤولية وهروب إلى الأمان. أثبتت كل التجارب السابقة خطورته على أمن البلاد واستقرارها. كما قالت ميا الجريبي في سياق ردها على الإجراءات التي أعلنها أمس وزير التنمية الاقتصادية والمتضمنة مجموعة مشاريع لفائدة المنطقة، قالت إنها تفتقد أي معنى ما لم تصاحبها إرادة فعلية لمحاربة الفساد ولمعالجة القضايا الحقيقية للمحافظة. ويعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أن الإجراءات التي أعلنها وزير التنمية والتعاون الدولي تبقى غير ذات معنى، مثل القرارات التي أعلنت في شأن الحوض المنجمي ما لم تصاحبها إرادة فعلية لمقاومة الفساد والمحسوبية، وما لم يستشر المعنيون القوى في شأنها وهم أبناء الجهة وممثلوهم السياسيون والاجتماعيون. لذلك يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بحل المجالس الجهوية التي أثبتت التجارب إخفاقها في النهوض بأعباء التنمية الجهوية وتعويضها
بمجالس منتخبة انتخابا مباشرا من المواطنين، تحظى بميزانية خاصة، وتخضع في تطبيق برامج التنمية إلى الرقابة المواطنية.